بونجور يو جايز، صباح الخير. حاسه التيك توك حقتي بتعرفوا كيف صاير؟ كيف لما بنكون قاعدين بالبيت على راحتنا وبيجينا ضيوف ولازم نتأدب قدامه. في فيديوين من عندي كتير ضربوا انا وحامل لما كنت عم بعمل get dressed with me، واجاني عدد كبير من الفولورز من ورا هول فيديوز، وهول الفولورز الجداد ما بيعرفوا شخصيتي انا كيف وانا مين وانا كيف كنت قبل ما حتى اكون حامل. فهول اللي انا حسيتهم ضيوف عرفتون، هول اللي بيجوا لعندكم بيصيروا يطلعوا فيكم من فوق لتحت. اما الناس اللي عاملين لي فولو من زمان بيعرفوا انا شخصيتي كيف وانا مين، وكنت حس حالي مرتاحه اكتر هون اون تيك توك لانه كنا عاملين هيك كوميونتي حلوه انا وياكم، لحد ما اجوا هول الدخله يلي ففر يلي يا صفرة. اكيد مش عم بحكي على كل اللي عملوا لي فولو جديد، بالعكس في منكم ولا اهضم، بس في نسبه عاليه من هول اليدد شنو تسووني هني على صفحتي. ما ابغاكم، انا بحب صفحتي تضلها ايجابيه. يعني نحن كيف كنا نحكي مع بعض قبل انه اسكتي واخرسي واسكتوا، وانت تقولوا لي اخرسي واسكتي وهيك، يعني كيف كانوا بستيز مع بعض. هول الجداد يلي شو ما بتقولي بدهم يعلقوا انه انت ليه قلتي هيك، وبياخدوا كل شيء شخصي لانه عندهم نقص هن اصلا بحياتهم. ايه انتوا بالذات الغاي مرحب فيكم عندي على الصفحه. اخرجوا وما ابغاكم. انا بلشت تيك توك لما كنت باوطى مطرح بحياتي، وقدرت جمع اصحاب هون بعقده وقفوا حدي وسمعوا لي لما كنت عم بشكي ولما كنت زعلانه. كنتوا انتوا حدي مو باحد اخر. يعني انا ما بتتخيلوا قد ايه بقدر هول العالم يلي وقفوا حدي واللي بعدهم عم يوقفوا حدي هلا يوم بعد يوم. بس في عالم عم تدخل على حياتي انا ما عزمتكم، عزمتوا حالكم ودخلتوا وحشرتوا مناخيركم فيي، واني ما احب هذه الاشياء. كل اللي بيعرفني من زمان بيعرف انه انا ما بحب حدا يقول لي شنو اسوي وشنو ما اسوي، اني بحره شنو تبي. anyway تحضروا معي، ماني رايحه لمحل، بس بتعرفوا عم حط ميك اب عشان كتير بحب كون متبرجه انا وبالبيت. اذا متابعيني على الاصفر بتعرفوا اني انا اوريدي بلشت اعمل رياضه واكل اكل صحي، وكتير حاسه عندي موتيفيشن ومتحمسه للنتيجه اللي بدي اوصلها. ليلي ما بيعرف انا بحبلي انصحت 35 كيلو، ايه مثل ما سمعتي 35 كيلو. بتقولوا لي شو صاروا ليه؟ ماشي حتى الاكل المو حلو صرت اكله. هو ليش فتحت نفسي على الاكل كله وخاصه الحلو. واللحظه اللي ولدت فيها انسدت نفسي ما عاد تحب اكل شيء، او بالاحرى صرت اكل طبيعي، يعني مثل ما انا كنت طبيعي. كل فتره الحمل عم قله لزوجتي حقتي انه انا مفجعني على الاكل لانه جيناته، هدول جيناته هي اللي عملت لي خلل بالسيستم حقتي. ما كان يصدق لحد ما بعد الولاده صرت اغصب حالي لاكل كرمال الرضاعه الطبيعيه، حتى لدرجه بيوصل لعند الحكيم مره بيقول لي لا بدك تاكلي 2200 2500 كالوري باليوم. قلت له نعم، يعني انا يومي ما كنت اكل هيدا كله، باكل 1800 كالوري باليوم هيك متعوده. وبتقولوا بعد الحمل وبعد زياده الوزن يعني مفروض انا تعودت على هالسيستم وشهيتي تضلها مفتوحه. انا هيك فكرت صراحه، خفت وقلت ولي انا كيف بدي اوقف اكل وكيف بدي اغصب حالي اوقف اكل. بس الحمد لله يعني بغير كلمات ما عدت فجعانه. اذا ان شاء الله رح يرزقني بيبي تاني، اللي رح اعمله اني ما انصح ابدا، يمكن كيلو واحد او 2 بكفي، مش كرمال شكلي ابدا، بس التقل اللي حسيته بهالحبل هلكني. بس كنت مرن بطني بالجيم قبل، كنت احمل يعني 20 كيلو 30 كيلو اتحمل، يعني الكور تبعي هالقد قوي، حتى لدرجه انه تخيلوا قد ايه اسم الله كبرت بطني. الحكيم اضطر يفتح لي ابزاتي كانوا بعدهم مسكرين. عن جد الرياضه كتير مهمه، اذا كنتي قبل الولاده او بعد الولاده، واتس نيفر تو ليت، يعني مش تاخر عليك الوقت، فيك تبلشي هلا. حتى اجت لعند الفيزيوثيرابيست امبارح قالت لي كتير عم حب او قليل عم شوف في نسوان بتهتم بحالها، يعني انت عم تهتمي ببنتك، اول ما بتسمعي صوتها بتنطي بتتركي السيشن وتوقفي كل شيء، نفس الوقت عم تفكري بحالك ازوال. بس انا في شغله سمعتها وحابه اعيش عليها، هي اذا الام سعيده البيت كله بيكون سعيد، واذا الام تعيسه بتخلي العائله كلها تكون تعيسه. فلا تقدر تصبي وتعطي لازم يكون كبايتك حقتك مليانه. مجتمعاتنا قناعتنا من نحن وصغار انه اذا اهتمينا بحالنا يعني نحن ناس انانيه. لا بالعكس، حب الذات منه انانيه، لازم تحبي حالك لتعرفي تحبي كل الناس اللي بحياتك. مو anyway هيدا الفاينل ميك اب لوك، ان شاء الله تكونوا حبيتوا. انا الصراحه كتير حبيت. ثانك يو جايز لانه عم تحضروني وعم تتحضروا معي، وانا كتير بحبكم. باي.